وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني بملاحقة مستهدفي القواعد العراقية التي ينتشر بها مستشارو التحالف الدولي والقوات الأمريكية. وشدد السوداني في بيان صادر عن الناطق العسكري اللواء يحيى رسول على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية كافة بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها. وأكد السوداني رفض الحكومة للهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق بدعوة رسمية من قبل الحكومة لمواصلة عملهم في دعم عمل القوات الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة على وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية، منوها إلى أنه لا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات.